عاملين ايه يا ولاد يا حبايبي؟ معلش هنزل بقى اشوف شغل يا حبيبي، عشان انت شايف على قد الحال. بص التليفون قد ايه بكلمكم منه، وفلوس باخدها كل يوم، باخد باليومية 80 جنيه، وبأكلكم بالعافية. فهنزل بقى اشوف شغل يا حبيبي، خلي بالكم من نفسكم. ماشي يا بابا ما تخافش، احنا قاعدين اهو بنلعب انا واخويا. ما تخافش يا بابا، احنا قاعدين اهو لحد ما انت تيجي بالسلامة ان شاء الله. ماشي يا حبايبي، ان شاء الله هخلص الشغل بتاعي ال10 ساعات دول، وهحاول اجيب لكم اكل وانا جاي. خلاص ماشي يا بابا يا حبيبي. سلام. بقول لك يا محمد، احنا لازم بقى نساعد ابوك، لحسن ابوك كده مش هينفع خالص. بيجيب لك 80 جنيه في اليوم وما بيكفوناش. انا بقول كده برضه. طب نشتغل ايه؟ بص، احنا هنشتغل اي حاجه، بس احنا لازم نساعد ابوك باي طريقه. ماشي يا ابني، ما انا بقول لك هو نشتغل ايه. ما انا معرفش والله، وانا لو كان معايا شغلانه كنت اشتغلتها وشغلتك معايا وشغلت ابوك كمان معانا. ما انا اعمل ايه؟ فكر معايا. طيب نشتغل ايه؟ نشتغل ايه؟ طب بص يا عم، انا اقول لك على حاجه حلوه. قول يا عم، سامعك اهو. بص، احنا هننزل الشارع ونلف المحلات كلها ونشوف هيعملوا ايه، هل هنشتغل ولا لا. طب والله فكره حلوه. يلا طيب ننزل دلوقتي بسرعه. يلا يا عم انا موافق اهو. يلا يلا بسرعه بس عشان نلحق. يلا يا باشا. مش قادر. خش يلا اخلص. مش قادر. ايه ده؟ مفيش شغل خالص. ده انت فقر. يا لهوي، ملناش شغل خالص. ابوك هيجي هيزعل والله. هو ما يعرفش، بس احنا عايزين نفرحه باي حاجه. مفيش شغل خالص يا محمد، ما اعرفش فيه ايه. انت رحت انهي مكان؟ رحت اماكن كتير. ده انا رحت المكان اللي هو اسمه، رحت المكان التاني اللي هو اسمه، رحت المكان التالت اللي هو جنبه اللي هو عند محمد. امال انت رحت فين يا عم؟ انا دورت على كله ما لقيتش شغل خالص. يا لهوي، زيي برضو، ما والله ما لقيتش شغل خالص. انا ما اعرفش طيب اشتغل ايه. فكر كده معايا، نشتغل ايه طيب؟ والله مش عارف. طب تعال نفكر بقى. اه، بقول لك يا محمد، انا عرفت شغلانه، يعني ممكن نمشيها. قول يا عم. بص، احنا نمسح عربيات. نعم يا اخويا، بتقول ايه؟ انا مستحيل اشتغل الشغلانه دي. ايه يا ابني خضتني، يخرب بيتك ما بالراحه. طب نعمل ايه؟ ما انا عمال اقول لك نشتغل اي حاجه نساعد ابوك بيها. هنعمل ايه يعني؟ ابوك يا عيني بياخد 80 جنيه في اليوم، واحنا بقى ننزل نلقط رزقنا من اي حاجه. هنعمل ايه يعني؟ ما لازم نعمل كده. لا لا لا، انت شكلك اتجننت في مخك. يا عم اتجننت، انت اللي مش عايز تشتغل بقى. انا بقول لك يا ابني لازم نشتغل الشغلانه دي عشان نساعد ابوك. ابوك يعني بيطلع عينه عشان يجيب لنا ال 80 جنيه دول، وفي الاخر ما بيكفوناش. انا نازل، سلام. خليك انت قاعد بقى، خلي بالك من البيت. خد هنا يلا، ابوك زمانه جاي وهقول له. يا عم عايز تقول له قول له، انا كده كده عايز اشتغل معاه عشان عايز اساعده شويه. خليك انت قاعد. ده اخويا ده غبي اقسم بالله. يعني هو ساب الشغل اللي في العالم كله وراح يشتغل يمسح عربيات. ما عندوش دماغ. يعني هو عشان يساعد بابا يروح يمسح عربيات. ربنا يرزقك بواحد يخطفك ونخلص من غبائك ده بقى يا اخي. اه، السلام عليكم. والله تعبت قوي. ايه ده يا ابني؟ يا محمد امال فين اخوك؟ ده انا جبت لكم 100 جنيه اهو. الراجل الحمد لله حس بيا، تحس اللي هو بقى عنده دم من النهارده، واداني 20 جنيه فوق ال 80 جنيه. والتليفون اهو. فين يا ابني اخوك عشان اديكوا ال 100 جنيه تنزل تجيب لنا عشاء، عشان انا هموت من الجوع الساعه 2. اقول لك يا بابا بس ما تزعلش. قول يخلص. بص يا بابا، بصراحه كده احنا قعدنا نتكلم لحد ما انت جيت، وقلنا لازم نشوف شغل. نزلنا وشوفنا شغل وما لقيناش خالص. بجد يا حبايبي، استنى اكمل. كمل سامعك اهو. فاحنا ما لقيناش خالص، واخويا قال لي انا هنزل اشتغل انا. بجد؟ طب حلو.
امال انت ما نزلتش معاه ليه؟ ما انا جالك في الكلام اهو ثواني. قال لي هنزل امسح عربيات علشان اساعد بابا. يا لهوي، وسبته ينزل ازاي؟ انت الكبير بتخليه ينزل يمسح عربيات؟ الله يخرب بيتك. والله يا بابا قلت لاخويا ما تنزلش، قال لي لا هنزل ونزل بالعافيه. يا لهوي، وسبته ينزل ازاي؟ يا لهوي، طب خلينا نقعد نستنى بقى. ماشي يا بابا اقعد نشوف هيجي امتى. انا هقعد استناه هنا. السلام عليكم. يا بابا انت جيت امتى؟ ده انا فرحان قوي. ايه يا ابني كنت فين؟ كنت فين؟ كنت في شغل يا بابا. شغل ايه ده يا ابني؟ لا يا بابا ده شغل، شغل كراتين، بنشيل كراتين نحطها في مخزن واخد فلوسي وانا ماشي. لا بجد والله. يا ابني قول لي كنت فين خلصني. بص يا بابا بصراحة كده، انا قلت لاخويا انا عندي اساعد بابا باي شغلانه. فانا بصراحة بابا اشتغلت يا بابا، اشتغلت يا بابا بنس. والله ما عايز تطلع من الجو. اشتغلت يا بابا كنت بمشي عربيات يا بابا. ده انا والله يا بابا نفسي اساعدك واساعدك والله يا بابا عشان ناكل ونعيش. بعمل ايه طيب؟ طب ليه يا حبيبي؟ انا مش عاوزك تشتغل الشغلانه دي. ما اعمل ايه يا بابا؟ والله انا كنت زعلان قوي الصراحه عشان الفلوس اللي انت تاخدها بال 80 جنيه في اليوم دي. وانا كنت عايز اشتغل معاك اي حاجه الصراحه عشان اساعدك واسد معاك اي حاجه. طيب ماشي، بس اوعى تعمل كده تاني. ماشي يا بابا. بص يا بابا كمان خدت 20 جنيه كمان. ماشي يا عم. كفايه بس ان انت حاولت تساعدني، بس بعد كده اوعى تعمل كده تاني. اوعى تشتغل الحاجات دي تاني ولا تعمل كده، وان شاء الله ربنا يكرمك من دراستك يا حبيبي. هات بقى 20 جنيه عشان اكملها بال 100 جنيه ونجيب اكل. انت تؤمر يا حاج. خد يا بابا 20 جنيه اهي. هات لنا احلى عشا بال 100 جنيه بتاعتك. هات حاضر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والفكرة كمان عجبتكم. متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون فيديوهات موت. وانا يا جدعان اسف ان انا بقع ايام. المونتاج بياخد وقت مني كتير جدا جدا وبياخد وقت مني. فانا عبال ما انتج وانزل الفيديو يكون فيها وقت كبير جدا. فمعلش لتاني مرة بعتذر لكم، وان شاء الله نستمر ونعمل كل يوم فيديوهات جميلة زيكم. بصوا يا جدعان، النقطة التانية اللي أنا عايز أوصلها لكم إن الفكرة بتاعت الفيديو بتاع النهاردة إن أنا حابب أوصل لكم إن الشغل، أي شغل مش عيب. لو أنت عايز تساعد باباك أو عايز تساعد أي حد في البيت، يعني يا جدعان لازم تشتغل على نفسك، بس ما تشتغلش الشغلانات دي لأن الشغلانات دي بتبقى وحشة وفيها يعني ممكن حد مثلا يزعلك أو ممكن يقولك امشي أو كده. انتوا فاهمين طبعا. فأنا بقولك أو حابب أوصلك رسالة، ولازم تنزل تشتغل عشان ده يتحرك. فيا جدعان لازم تشتغلوا. كل واحد كبير ومثلا بلغ سن 18 او 17 سنه لازم ينزل يشتغل. حتى لو في سن 15 14 سنه لازم تنزل تشتغل. في نقطة كمان يا اخواتي، في اكتر من 55% من الناس اللي بتشوف الفيديو بس. يعني هتلاقي الرابط يا اخويا تحت في الديسكريبشن. هتلاقي الرابط سواء في اليوتيوب، سواء الفيديو ده هينزل على اليوتيوب او على الفيسبوك. هتلاقي الرابط تحت في الديسكريبشن في اول تعليق. هتلاقي في اول تعليق الرابط بتاع اليوتيوب بتاع القناة على اليوتيوب. هذا كده تخش تروق على اخوك، تعمل اشتراك، تروق عليا بكلمتين حلوين زيك عشان ان شاء الله نستمر. وتشجعني بلايك للفيديو عشان ان شاء الله نستمر كده في الفيديوهات ونعمل لكم كل يوم فيديو مضحك كده ومقالب فيه مقالب كتير جدا جايه الفتره اللي جايه دي. فيا ريت يا جدعان تعملوا اشتراك. كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده تنزل تعمل اشتراك على قناتي على اليوتيوب. هتلاقوا الرابط هيظهر لكم على الشاشه هنا. يا ريت تكتبوا كومنت للفيديو ده، يعني اكتبوا كومنت للفيديو ده حلو كده هنقرا الكومنتات كلها ان شاء الله. يا جدعان عايزين اي حاجه يا جدعان. سلام يا اخوان.